لا إله إلا الله. اللهم تقبل صيامي وقيامي. اللهم اقبلني عندك يا رب العالمين. اللهم اقبلني عندك يا رب العالمين. اللهم اقبلني عندك يا رب العالمين. اللهم ردني إليك ردا جميلا. اللهم اجعلني من الصالحين. اللهم اعف عني عما فعلت في سري وما فعلت في علني، فأنت أعلم بكل ما. اللهم ردني إليك ردا جميلا. هتفضلي تدعي كده كتير، يلا عشان ناكل. لأن ده من أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء. لحظة الفطار من أهم الأوقات للدعاء، للحديث اللي ذكر للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الحديث ده في جزء قالوا إن هو حسن وجزء قالوا إن هو صحيح، ولكن خلينا للأقرب وهو ابن عثيمين قال الحديث ده حسن، لانه الواحد لما بيعمل عباده وبخشوع، وخاصه هو عاملها طول اليوم، ودي لحظه نهايه العباده بعد عناء طول اليوم وهو بيسعى لها، فلما بيجي يدعي بيدعي بخشوع اكتر وبيدعي بتضرع اكبر وبيبقى مهيئ اكتر للعباده. علشان كده هو مستوفي او اقرب اكتر ان هو مستوفي لشروط استجابه الدعاء. دعاء سنه من الحاجات اللي بنغفل عنها بشكل كبير جدا طول يومنا، مش بس في وقت الافطار. شاركوا الفيديو ده وخلونا نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جديد.